السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مرة بتشوفيني، انا هند حرجاوي ودي قناتي. اتمنى تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك. ان شاء الله النهاردة هنعمل كده روتين قوي جدا ومليان افكار ومليان حاجات كتيرة جدا. ان شاء الله يا رب يعجبكم. اتمنى بس لو عجبكم تحطوا لايك للفيديو، ما تنسوش. طبعا بقى ما تتخضوش من منظر البلكونة، انا مش سايباها كتير ولا حاجة. انا بس صحيت من النوم كان حماية بيعمل صرف كده فوق السطح، فعمل تكسير وعمل حاجات ياما، فطبعا نزل البلكونة عندي وبهدلها لي. فاضطريت بقى اول حاجة اعملها في اليوم هي البلكونة. عايزة اقولك انا هنا ما كنتش حتى لسه فطرت ولا فطرت الولاد ولا اي حاجة. اول حاجة عملتها دخلت عليها هي البلكونة علشان اعرف افتحها واهوي الشقة. يعني لو انا كنت فتحتها وهويت الشقة مع التراب اللي داخل، يعني مع الهواء اللي داخل هيدخل تراب للشقة. فقلت لا، اول حاجة لازم تتعمل هي البلكونة. بس بقى فقلت هعمل البلكونة الاول قبل اي حاجة خالص، وبعد كده ابدأ بقى اشوف يومي في ايه. بس كده. بخصوص المنشر ده اتسألت عليه في فيديو قبل كده. المنشر ده حماية اللي عاملهولي. انا اول الجواز كنت بنشر عادي، بعد كده الشتا جه عليا ما كنتش بعرف انشر، فاضطريت ان انا اشتري اللي هو المنشر الداخلي. جبت واحد حديد بصراحة كان صدى وبهدل لي الهدوم. بعد كده جبت واحد بلاستيك اتكسر. فبصراحة حماية لاني كل شوية اشتري منشر راح عامل لي ده. بصراحة ربنا يبارك له يا رب ويعزه. وبقاله حوالي 5 سنين عندي. ما نطقش، ما قالش اولى. وما اقدرش استغنى عنه. حتى لو ايه ما اقدرش استغنى عنه. واوقات كتير مش بنشر في المنشر الخارجي، وبنشر في ده لانه احسن لي بكتير وبيحافظ على الهدوم، خصوصا ان انا من النوع اللي بيوقع هدوم وهو بينشر. بس خلصنا البلكونه بقى زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه تاني. طبعا زي ما انتم شايفين انا عندي في الصالون، يعني البلكونه في الصالون. ما ينفعش ابدا. يعني كنت هسيبه، ما كنتش قادره. حسيت ان في تراب، ودخله تراب، وحسيت ان هو محتاج بقى خلاص يتمسح. مش اكنسه، لا لا لا. حسيت ان انا عايزه برضو اشيل كده السجاده انفضها وامسحها. فهشيل برضو معاكم السجاده انفضها واديله برضو ايه تلميع كده احسن لي بكتير. عايزة بس اقول لكم على حاجة بعملها دايما وانا شغالة في البيت. بصراحة بتهون عليا كل شغل البيت. حقيقي والله العظيم بتهون عليا كل شغل البيت. بصوا انا بقول اذكار كده معينة. حقيقي وانا بقولها طول ما انا ماشية وطول ما انا بعمل حاجة في البيت، بحس ان الحاجة خلصت. وبحس الحاجة خلصت كده بنظافة وحلوة، وبحس ان انا بعدها ما تعبتش. تمام. بصوا انا بعمل ايه. انا طول ما انا شغالة بقول لا حول ولا قوة الا بالله. دي بالنسبة لي أهم حاجة. طول ما أنا شغالة في لساني دايما ما بوقفهاش لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. وفي بقى الدعاء طبعا يعني التحفة اللي حقيقي لو فيكي أي خنقة، فيكي أي كرب، فيكي أي حاجة، والله العظيم عن تجربة ما بيبقاش في أي حاجة بعدها. بس أهم حاجة إنك تواظبي وتفضلي طول ما انتي في يومك تردديه وما توقفيش عنه أبدا. تمام. بقول ايه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حقيقي الدعاء ده يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد على الحلاوة اللي فيه. تمام. ونيجي بقى بعدها بقول ايه كمان. طول ما انا برضو شغالة بفضل يعني اردد في لساني دايما الدعاء اللي انا هقوله لكم ده. بقى ده كان يعني الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ده الدعاء اللي هو اختاره لنفسه انه دايما يدعيه. بقول ايه. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم كن عونا وسندا وقوة ونصرا لكل من ارهقته الحياة، انك وحدك القادر على ذلك، انك على كل شيء قدير. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الله محمد. صلوا وسلموا عليه تسليما كثيرا. سحر بقى. سحر بقى مش قادره اوصف لكم. طول ما انتوا بتعملوا في شغل البيت ما توقفوش الدعاء لا حول ولا قوه الا بالله. ما توقفوش ادعيه، ما توقفوش ادعيه. ادعي ادعي. يعني احفظي الادعيه على تليفونك وشغليها جنبك ورددي. اكتبي الادعيه في ورق. يعني حطيها في كذا حته في الشقه، تكون عينيكي شايفاها وانت رايحه وانت جايه.
حطي على التلاجة. لو انتي واقفة مثلا التلاجة في وشك فهتشوفي هتقري. حطي على الحيطة اللي فوق الرخام عندك في المطبخ طول ما انتي واقفة بتعملي المواعين. رددي وقولي لحد ما تلاقي نفسك. على فكرة هتلاقي نفسك لسانك ده حفظ دايما وخلاص، لسانك ما بيوقفش تلقائي انك تذكري ربنا. حقيقي ذكر ربنا ده يا بنات يعني قد ايه هو مريح كده للقلب. حقيقي الفضفضة مع ربنا قد ايه قد ايه جميلة وقد ايه مريحة كده للقلب وبتحسي انك ايه، بتفضي كده كل الطاقة السلبية اللي جواكي وبعدها بتحسي انك مرتاحة. سبحان الله، تحسي ربنا بيلبي لك كل طلباتك بس بالصورة الصح ليكي. مش لازم يا رب والنبي يا رب يا رب اديني حاجة معينة فالحاجة المعينة لازم تجيلك. لأ، ممكن تبقى هي مش خير ليكي، ربنا يبعتلك حاجة تانية أحسن منها بكتير، ده نتيجة دعاكي على فكرة. بس ربنا اداكي الحاجة اللي نفسك فيها بصورة تانية مختلفة. بص انا هنا خلصت كده ايه جزء الصالون بالبلكونة، وقلت بقى اخش احضر الغدا علشان الوقت ما يسرقنيش في البيت وعميل البيت واتاخر في الغدا على الولاد. تمام، فانا قلت ايه هسلق مكرونه وهعمل بانيه. انا البانيه ده كان عندي في الفريزر كده، طلعته بسرعه وسبته كده يفك لحد ما خلصت البلكونه. وبعد كده دخلت فطرتهم، بعد كده قلت اعمل الصالون، وبعد كده قلت بقى ايه احضر بس الغدا كده في السريع عشان ما اتاخرش عليهم. عشان بس ايه اهم حاجة ان هم برضو يبقوا متغدين. يعني انا لو فضلت في البيت حقيقي هسرح في البيت ومش هحس بالوقت، والوقت هيفضل يجري ويعدي بيا وهسرح بقى خلاص، هنسى الغدا اصلا وهتفاجئ بالوقت اللي جري. فقلت بس احط المكرونة على النار واتبل البانيه واركنه كده على جنب. بصوا تتبيلتي للبانيه واحده واحده ما بغيرهاش، هي طماطمايه بصلايه توم باودر بصل باودر بابريكا ملح وفلفل اسود، ولو عندي معلقتين مستردة تمام، ما عنديش بعصر ليمونه وشكرا. ما بكترش بهارات، ما بكترش مكونات. يعني المبالغة في الشيء يعني بتبقى مش حلوة. المبالغة في البهارات ما بتدينيش يعني الطعم الحلو اللي بالنا فيه خالص خالص، بالعكس بتضيع طعم الحاجة. انا بحب احس بطعم، يعني انا باكل فراخ احس بطعم الفراخ، ما احسش بقى ببهارات بهارات، يعني الموضوع مش الطف حاجة. وحطيت كمان بس شوية لبن صغيرين او معلقة زبادي لو عندك، او شوية رايب لو عندك. حاجات كده ايه بسيطة من البيت من التلاجة، موجودة مش موجودة عادي، يعني ملح وفلفل والدنيا جميلة. اهالينا زمان كانت كل معلوماتهم عن البهارات ملح وفلفل وكمون، والاكل بيطلع والله العظيم احلى من اكلنا مليون مره. يعني الاكل بتاع زمان انا بحسه ليه ريحه وليه طعم وليه نكهه احسن من اكلنا مليون مره. وكان كل اكلهم عباره عن، يعني كل التوابل اللي بيحطوها عباره عن كمون ملح فلفل اسود. امي يعني مامتي لحد دلوقتي والله العظيم تدخل المطبخ ما تحطش اي حاجه اي حاجه الا الملح والفلفل الاسود والكمون، وسبحان الله بيطلع اكلها يعني لا يعلى عليه، مفيش زيه مفيش زي احنا اللي متعلمين منها بناتها، اكلنا مش زيها. بس كده طلعت بس يعني خلاص تبلت البانيه وحطيت الميه تغلي والمكرونه تتسلق. وقلت اعمل حاجه كمان في البيت برضو بحيث ايه يعني الوقت ما يسرقنيش. تمام، قلت ألمع كده بس البوفيه عشان لو عليه تراب او اي حاجه برضو امسحه احتياطي، مع اني والله لسه عامله البيت عايزه اقول لكم، بس ما اعرفش بقى حسيت التراب بهدل لي الدنيا. يعني انا حسيت التراب لا مش دخل وحساه وصل للشقه مع اني ما طلعتش تراب كتير منها الحمد لله لان ايدي فيها اول باول، بس انا حاسه ان التراب دخل الشقه برضو. فقلت هعملها خلاص لازم تتعمل. بس كده، والجو كان ساقع عايزه اقول لكم وشتاء ومش قادره اقول لكم كان رعد، وكنت حابسه بقى الولاد في الاوضه بتاعتهم عشان ما يمشوش على السيراميك ويسقعوا. بس كده فقلت بقى ايه هخلص بسرعه ومش هطول ان شاء الله، وفعلا ما طولتش والله العظيم. يعني الاذكار بس كده في بقي، والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام دايما دايما باستمرار في بقي، ما بتقفش ما بفصلهاش ابدا ابدا. ما بحسش بالوقت وما بحسش بالمجهود وما بحسش بالتعب، والحاجة بتخلص بمنتهى السرعة والبساطة. بص انا واخداكم معايا خطوة بخطوة، هتحسوا ان الفيديو مش مترتب بس انا سايبهولكوا بحقيقته، يعني مش ولا قعدت بقى ايه اعمل ولا ظبط ولا، سايبهولكوا بطبيعته تشوفوا معايا اليوم. يعني انتوا كده يعتبر عايزه اقول لكم والله قضيتوا معايا اليوم كامل، ما فيش فتفوته نقصتكم ما عدا بس ان انا قعدت ذاكرت لوعد شويه، لاني طبعا طول اليوم كنت ملهيه، فقعدت اخر اليوم ذاكرت لها شويه، يعني حوالي ساعه الا ربع كده، وهي كانت فصلت كمان.
بس كده فقلت بقى ايه اعمل اهو صلصة المكرونة. قطعت بصلاية وحطيت عليها برضو كده معلقة توم، وقلت اقلبها كده بسرعة في معلقة زيت، وهحط عليها عصير الطماطم، وهسيبها كده بس تتسبك سريع. يعني بصوا الاكلة كانت سريعة جدا عشان انا كنت عايزة اخلص اهو. بس بصوا انا هنا كنت بحط الثوم، وبرضو مش هحط اي حاجة، هو ملح وفلفل اسود ومعلقة سكر عشان الطماطم. بس كده يعني ما بحبش كتر بهارات في الاكل، لا خالص خالص. اكل على طبيعته. لو لسه بقى تتفرجوا عليا لحد دلوقتي وما عملتوش اشتراك في القناة، يلا حطوا اشتراك في القناة وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ان شاء الله يعني ان شاء الله يعجبكم. عايزين كمان يا بنات نعمل بقى لنفسنا ورد للقرآن، تعالوا نعملوا الورد ده مع بعض، نبدأوه مع بعض ان شاء الله. حتى نقرأ كل يوم صفحتين اتنين بس، صفحتين اتنين بس. عايزة اقولكوا على حاجة كمان، يا ريت يا ريت نخلي يعني يوميا، يوميا يعني نقرأ سورة البقرة. لو نعرف افضال سورة البقرة علينا والله العظيم ما نسيبها ولا لحظة. يعني لو نعرف سورة البقرة دي بتعمل فينا ايه والله ما نسيبها ولا لحظة. بصوا انا طلعت بس عشان اوريكم ان انا اعمل بقى الارض بتاعت السفره. انا ما شلتش السجاده من تحت السفره لان انا لسه فرشاها ما بقاليش كتير. انتوا طبعا زي ما انتم شايفين انا مغيره نظام الشقه، لو ترجعوا للفيديوهات القديمه هتعرفوا ان انا مغيره نظام الشقه. فانا لسه فرشه، انا بس بعمل احتياطي، يعني حسيت ان التراب دخل الشقه وكده. بس يا بنات هعمل كده بس حوالين السفره وهفرش وخلاص. نرجع لموضوعنا المهم جدا، سورة البقرة. لو نقدر نقرأها كل يوم يعني يكون خير، يعني يكون خير جدا جدا. والله العظيم هنلاقي هداية في ولادنا، خير يملى بيتنا، سعة في الرزق. ربنا هيوسع علينا في رزقنا وفي رزق ولادنا ورزق ازواجنا، وربنا يهدلنا ولادنا ويهدلنا ازواجنا. سورة البقرة لو نعرف افضلها وكرمها علينا في حياتنا والله ما نسيبها ابدا. تمام، مش هنقدر كل يوم، طب يوم ويوم، طب يومين في الاسبوع. تمام، سورة البقرة تكون دايما دايما نقراها ان شاء الله مرة واحدة طيب بس في الاسبوع. بس نقراها في البيت باستمرار باستمرار، وندعي كتير كتير بهداية ولادنا وهداية ازواجنا، وان ربنا يصلح حالنا وحال البلد يا رب، وحال كل الشباب يا رب اللهم امين، وحال كل البيوت يا رب. نقرأ حتى صفحتين بس كل يوم من المصحف، ودي تبقى الورد بتاعتنا كل يوم، بجانب الأذكار بجانب الأدعية. احنا في بلاء، والبلد كمان في غمة، وكل ده بيعود علينا احنا كمان. ف يعني ندعي ربنا دايما ان يزيح البلاء والغمة دي عننا، ويوسع رزقنا ورزق ازواجنا، ويعينهم علينا يا رب اللهم امين، ويعيننا على اولادنا. بصوا انا خلصت خلاص كده السفرة وطفيت، انا كده خلصت كل الشقة. انا كمان عملت اوضه النوم، بس انا مش بظهر اوضه النوم معاكم لان اوضه النوم يعني عوره وحرام اظهارها، فمش بظهرها بصراحه، انا بعملها مع نفسي. تمام. هنا بقى دخلت اكمل لهم خلاص بقيه الغدا، كان الوقت جه علينا بقى لازم خلاص احضر الغدا. دخلت احمر البانيه، طبعا محمد بقى ايه في ديلي في ديلي. فطبعا طول ما انا بعمل حاجه فيها زيت بخاف بقى اسيبه يلعب حواليا، فباخده اقعده جنبي عشان تبقى عينيا شايفاه، لان عندي محمد شقي حبتين اللهم بارك ربنا يحميه. فطول ما انا بعمل حاجه فيها زيت بقعده بصراحه جنبي بقى قدام عينيا وشايفه كل تحركاته، يعني ربنا يحميه هو واخواته ويحمي كل اولادنا يا رب اللهم امين. فانا بخاف من الزيت قوي، انا بترعب من الزيت، فخليه قدام عينيا احسن. بصوا بقى هو قاعد حتى هو بيضحكني دلوقتي وانا بشوفه عمال بقى يضحك ويهزر ويبص فيا، ربنا يحميه. بس يا بنات دخلت بقى احضر لهم الغدا وكده، وقلت بقى خلاص كده انا كنت خلصت الدنيا كلها. البنات كانوا عملوا اوضتهم وقعدوا عهد لموا الاوضه بتاعتهم، لموا اللعب وكده، وانا كنستها لهم على السريع بصراحه، ما نفضتش فيها كتير لاني كنت لسه عاملاها لهم. فهم روقوها لاني انا كمان كنت خلاص بقى عايزه يعني اقفل الدنيا عشان الحق اعمل الهوم ورك مع وعد، والحق اذاكر لها وكده، واقعد معاهم برضو شويه اشوف كده ايه انعكاشتهم وتفاصيلهم وحياتهم. فقلت خلاص انا مش هعمل اي حاجه تانية كده، انا روقت اوضتي وهم روقوا اوضتهم، واحنا عملنا الريسبشن بره، فخلاص كده الحمد لله هنتغدى وهنقعد بقى نشوف احنا يومنا بقى هيمشي ازاي احنا مع بعضينا بقى انا وهم. بس كده بحمر البانيه اهو سريع سريع، يعني حطيت فيجيتار ودقيق وقلت احمر فيه. نرجع يا بنات تاني، عايزة أأكد عليكم إن احنا نعمل ورد مع بعضينا، يعني لو موافقين قولولي نعمل ورد مع بعض إن شاء الله، نقرأ كل يوم صفحتين ونلتزم باللي احنا هنقوله. علشان خاطر بس يعني
نفسنا وحياتنا، وربنا يبارك لنا ويوسع علينا. نقرأ سورة البقرة على قد ما ربنا يقدرنا، مرة كل يوم، مرتين في الأسبوع، يوم ويوم، مرة واحدة بس حتى في الأسبوع. يعني على قد ما تقدروا، قد ما تقدروا، قد ما ربنا يقدركم تقرأوا سورة البقرة. والله يعني هتلاقوا فرق، والله العظيم لو انتوا استمريتوا هتلاقوا فرق. بصوا بقى، انا شلت قطع البانيه دي لمحمود لما يجي بالليل بقى ايه هيتعشى بيها، عشان هو ما بيتغداش معانا. محمود ما بيتغداش، محمود بيجي على العشاء بالليل لما بيخلص شغله. فسبتها له بصراحه كده ايه على جنب، حتى المكرونه بتاعته شلتها له وشلت له شويه صلصه. لما بيجي بالليل بحضر له بقى هو، بحيث ان ياكل الحاجه سخنه كده وطازه. ما بحبش اعمل الحاجه واركنها، يعني بحس طعمها بيغير. بحب اعمل له الحاجه اول باول طازه. طول ما احنا واقفين في المطبخ هنا خلاص اتعودنا بنعمل الاكل على النار، احنا ايدينا في المواعين اللي احنا عملناها نخلصها، بنطلع من المطبخ مخلصين الاكل ومنضفين كمان المطبخ. يعني طول ما احنا واقفين ايدينا في الحاجه حوالينا، اما بنخلص الاكل على ما نخلص الاكل حقيقي ما بيبقاش فيه مواعين، ما بيبقاش فيه معلقه في الحوض. يا دوب بتشطفي الكام طبق اللي انت غرفتي فيهم واكلتي فيهم وخلاص كده، ما بيبقاش في حاجه تاني. بصوا بقى انا هنا ايه يعني، قلت بس الاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلت اغسل برضو الطاسه بسرعه عشان بعد الغداء اشرب. الحمد لله بقى هنا كنت خلصت كل حاجة، الحمد لله. المطبخ نضيف والبوتاجاز نضيف والترابيزة نضيفة والأرض زي الفل. غيرت لها السجادة بتاعتها الحمد لله. خلاص اليوم خلص على خير وسلام الحمد لله. ما تنسوش ورد القرآن اللي اتفقنا عليه، وما تنسوش الأدعية والأذكار اللي اتفقنا عليها. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.